في حضرة الجالية. الموضوع الأساسي هو الجالية، شنو الدور الجالية. الأستاذة ربما أعطت نظريا وفرشات الموضوع، ولكن ما هو دور والآليات للاشتغال ارتباطا بالموضوع واللي تفضل قالوا بالأمازيغية. هل تم الحسم في القضية الوطنية أم لا زلنا لم نحسم هذه المعركة؟ ولكن قبل ذلك، بما أن كانت المداخلة ديال الأخ الكريم حول الأمازيغية، أولا أنا لا أقول بأن الأغلبية في المغرب أمازيغية، المغاربة كلهم أمازيغ بدون استثناء. شحال ديال العرب اللي جاوا مع الإسلام للمغرب؟ شحال؟ من البداية كاع، من موسى بن نصير شحال هيكونوا؟ وغير أي تعطر يمكن عشرات الأضعاف ديال هاد العرب اللي جاوا لنا. ما كاينش شي مغربي اللي ما عندوش دماء إما أمازيغية 100% وإما 90% وإما 80%، ما 50% ما كاينش. إما من الوالدة ديالو ولا من جدوده ولا من المصاهرة من المناسبة. كاين العرب اللي تمزغوا، كاين الأمازيغ اللي تعربوا كالقبيلة دكالة إلى آخره. ما كاينش مغربي ماشي أمازيغي. ولكن أنا معاك ماشي باش نعيقوا. المفروض ممكن أنا اللي غنمشي معاك في التوصيات، وربما ماشي كتعلق غير بهذا الموضوع على المغرب كله. غنتفق معاك وغنعاونك أنا حتى بالمقالات ديالي، اللي هو انه يعني في الندوات يدار بحال اللي كيداروا في لي زارتيكل العلميين. كيطلبوا منك في الجامعه دير واحد لابستراكت اللي غادير الاطروحه ديالك، كدير ابستراكت بالفرنسيه وابستراكت بالانجليزيه. دابا خصهم يدخلوا بزاف منهم في الاطروحات كاملين الجامعيه ابستراكت بالامازيغيه، وفي المداخلات حتى اللي ما يتقنش يدير مداخله ديالو بالامازيغيه يدير ابستراكت، وخا يعطيها من بعد الاستاذ المسير يقراها. هذه وحده. ثم ثاني الاساس اللي خصك تطالب به ونعاونك انا معاك، وربما الاخوان اللي متفقين معنا في الامازيغيه، نخرجوا من هذه الفولكلوريه. ياك الدستور دستور الامازيغيه، حنا لحد الان خص انت الامازيغي لما تمشي للمحكمه ما يقولكش القاضي يهضر معايا بالعربيه. يعني انا ماشي انا كان معاك، انا كندعمك ماشي كنتقدك، انا كندعمك. لما تمشي للمحكمه ما يقولكش القاضي يهضر معايا بالعربيه ولا يهضر معايا ولا شي ترجم لي. لما تدخل مخفص الشرطه ما يقولكش هذاك الشرطي شغالاتهم الدوله هذيك، دير لهم فورماسيون، دير لهم دير غادي نجي للمقترح الاخر اللي هو اهم كاع من الفورماسيون، ودبر راسهم. الجدارميه نفس الشيء، الادارات العموميه كلها. رحنا دزنا الان الدستاره هذه عدد سنوات، وعندنا معهد قدو قداش ديال الامازيغيه ومازال حنا كندوروا اونغون، لان رجعوها فولكلوريه. عطيه هذاك المعهد امازيغي وخليهم يعوموا تماك ويديروا مرة ديكسيونيرات عمل قيم، ماشي فولكلوري. هذا فولكلوريه وهي التعامل ديالها في الاعلام وفي الاوساط السياسيه. وخص انت هنا في يتعطى لا يتولد انتم خمس من يتعطى. هذو المنتخبين اللي غيجيو المره الترشيحات، قول له دير لي في البرنامج ديالك غدير لي الامازيغيه باش نهضرها في القياده ونهضرها في مركز الشرطه ومركز الدرك وفي المحكمه وفي المستشفى. كيفاش؟ اولا كاين لا فورماسيون لاي واحد. كلنا انا قلت لك 100% المغاربه عندهم دماء امازيغيه، دونك راه كاينه القابليه بسهوله. الاولى والثانيه في الولايات المتحده الامريكيه باش يخرجوا من ذاك الفتره ديال الاقصاء ديال واحد الفئه ديال الشعب ديالهم اللي كانت مقصيه وممارسه عليها العنصريه، داروا واحد الحاجه سميتها التمييز الايجابي. حتى حنا في المغرب جبناه التمييز الايجابي، ولكن من مع الجنداره. هادشي دابا هاد الندوه ولا بد ما تكون الاستاذه حاضره بكفاءتها، والاستاذ انا غير نهضر لك بصفه عامه. ولاو تيديروا دابا تاثيث ولا بد كاين ندوه ولا كاين الجندره. ان النسبه ديال الامم المتحده والمانحين الدوليين تيحاسبونا شحال النسبه ديال العيانات عندك في الوزاره في الوظيفه العموميه. نبداو حتى بالامازيغيه التمييز الايجابي عندنا في الوظائف العموميه باش نوصلوا ان الامازيغيه تولي متداوله في جميع القطاعات. فلما غادي توظف واش كتهضر الامازيغيه ما كتهضرهاش. انا ماشي باش نقصيو الاخرين، لا، غير باش نديروا على الاقل بحال اللي داروا في الولايات المتحده 20% ديال جميع الوظائف كما بغات تكون، مش 20% ديال جميع المسؤوليات في الادارات الترابيه، في السلطات العموميه، في القوات العموميه، في المستشفيات، في الممرضين، في الدكاتره. خليه هو يمشي يقلب على راسو يتعلم امازيغيه. الا كان الاصل ديالو امازيغي وما كيهضرش يمشي يقلب يدير فورماسيون. الا كان امازيغي وتيهضر مرحبا به. هذا هما الاجراءات العمليه. اما دابا حنا كنهضروا غير في الفولكلوريه. انت الدماء ديالك جيتي كتبلبل، ولكن كيفاش غنترجموا هذا الشيء؟ هذا هو المهم. نمشيو للتمييز الايجابي.
كل كونكورات راه كنديروا التمييز الايجابي ببعض الفئات. كاين 5% ديال ابناء رجال المقاومه وجيش التحرير، حنا مع هذا الشيء هذا. نزيدوا لها 20% ديال المتكلمين بالامازيغيه. انا عندي وزاره العدل غادي توظف 100 موظف، خصهم 20% فيهم على الاقل يكون متكلم. علاش؟ وغنوزعهم توزيع جغرافي باش ملي يجي داخل سميتك بعدا الاستاذ داود السي داود، باش ملي يجي داخل المحكمه ما يقولكش ما كاتب بالضبط راه ما كنهضرش الامازيغيه، ولا يقول لك الشاوش ما كيهضرش، ولا القاضي ولا راه عندهم تما في المحكمه 20%. جيب هذاك السيد اللي غيجلس حدانا يسمع لك باللغه الام ديالك اللي هي اللغه الدستوريه. المهم هذا ختمنا، هذا خد لي 5 دقائق غادي نريكوبيريها، ما كنسمحش في الحقوق ديالي. هي يعني في الامازيغيه انا معاك، ولكن ما نمشيوش للفولكلور، نمشيو للاقتراحات العمليه، الترجمه ديالها على ارض الواقع. واللي كيقول لك اللغه عائق لا الامازيغيه ولا غيرها، هذا غير كيضحك على الدخول. الاوروبيين راه عندهم الان 26 بعد ما انسحبت 27 دوله في الاتحاد الاوروبي، عندهم ازيد من 27، لان كاين دول اللي فيها اكثر من لغه بحال بلجيكا فيها جوج، هولندا الى اخره. اذا اللغه ما عمرها كانت. وانا اوروبا تقريبا شفتها من القنت حتى القنت، من موسكو حتى لندن. ما كاينش دول صغيره بحال ميكروسكوبيه مقارنه مع المغرب، دنمارك، فنلندا الى اخره. لغات عندهم 5 مليون د البشر ماشي كيتكلموا، عندهم التدريس باللغه ديالهم. الانجليزيه لغه اجنبيه كيقراوها باش يطلعوا على ما يكتب في الخارج. اللي كيقول لك الامازيغيه عائق، راه حتى العربيه قالوا لك عائق على اللي كيحاربوا العربيه، وحاربنا 70 سنه ديال الاستقلال. دابا كاين عندك العربيه في الادارات، انا هضرت مع الاداره المغربيه، الاجتماعات ديالنا 70% ولا 80% كلها باللغه الفرنسيه بعد 70 سنه ديال الاستقلال. راه ماشي غير الامازيغيه اللي محكوره، كاع اللغات الوطنيه. يعني هذه والعربيه واش غادي يجادل شي واحد في القوه ديالها؟ القوه ديالها الرياضياتيه، التركيب ديالها ما كاين حتى شي لغه اللي عندها الرياضيات في التركيبه النحويه ديالها. حنا حتى النحوي راه ماشي اعرابي، راه فراهيدي، استنبط القوانين اللغه العربيه من الرياضيات. هو كان عالم الجبر وبالصوت وهذا عطى الوزن وعطى خرج البنيات. يعني الناس راه ما كايناش اراده، مازال حنا كنهضروا في الفولكلوريه. حتى العربيه في الادارات مثلا، راه معنا هنا الناس من الاداره كنديروا دراسات، نكتب دراسات كاي تشارج سي بي اس كلشي بالفرنسيه، وكنقولوا له دابا زمان ما كانش شيء، هذه ما غير ندخلوا هذه 15 عام ولا هذا، كتزيد واحد الارتيكل تما تقول له الله يخليك في هذاك هذا الرابور النهائي، التقرير النهائي ولا الكتاب ديال الدراسه هو ديال لنا الترجمه العربيه. وغالبا كتكون ديك الترجمه اللي كيذوق العربيه ما فيها ما يتلقى. انا كان معاك باش نخرجوا من الفولكلوريه سواء في العربيه سواء في الامازيغيه، وفرض التمييز الايجابي، وطالبوا الاحزاب يديروها البرامج ديالهم. حتى الاحزاب كيضحكوا على الناس والسلطات. انا ما كنحكرش على الاحزاب والمنتخبين والخليل، لا كلهم في نفس المكان. اذا هذا جهدي عليك في الامازيغيه، هذا جهدي علينا نرجع الصحراء. ولكن الرابع، ولكن حبسني لان انا ولكن الجسر ما بين الامازيغيه والقضيه الوطنيه شنو هي؟ لا انا مشيت للصحراء دابا، غادي كنقول الجسر خصنا نبدا نربط. الان كنخبط عشوائي يلا الناقه اللي ما كتشوفش. الربط ما بينك اللي ما عند لا انت كداود ماشي داود، ماشي غير انت والناس اللي في القاعه. الربط ما بين الدفاع الامازيغيه والقضيه الوطنيه شنو هي؟ اللي ما عندوش غيره على مدينته، ولا كما قال السير صبري على اغرم ديالو، ولا على قبيلته، ما يمكنش يقول لنا عنده غيره على الوطن. وانا هذه الخضره ماشي انا كنقولها، قلتها للناس اللي كيجيو في الرباط كيتظاهروا من اجل فلسطين. تنقول له اللي كيتظاهر على فلسطين مزيان، ولكن ما تقنعنيش بانك راك باغي تدافع. علاش كتدافع على فلسطين؟ علاش؟ باي معنى؟ اما بدعوى الوازع الديني والوازع القومي، واما بوازع الانساني حتى الانسانيه. ما يمكنش يكون عندك الوازع القومي والديني وهذا وانت ما عندكش الوازع على اولاد بلادك. ما يمكنش. دابا انت الحرص ديالك على الامازيغيه راه من هنا، هذه هي التربه اللي غندافعوا بها على القضيه الوطنيه. هذا غير باش اذا السؤال ديال هل حسمنا ام لم نحسم؟ والعلاقه ديالو بالجاليه، الجاليه بعد الاليات اللي حتى الان اللي كتشتغل بها حتى هي فولكلوريه حتى مع الدوله. كيجيبوهم دوك الجاليه وتيديروا اللافته، وتيجي وحده اما السفاره الجزائر قبح الله سعيهم، واما حدا الامم المتحده والى مجلس الامن ولا غيرها تيديروا اللافته الصحراء المغربيه. ومن بعد اش قضيتي؟ هذاك الفولكلور بحال هذاك حتى الصحافه والاعلام ديال الدول الاوروبيه راه بعقلهم.
تيقول لك هادو راه غير الدوله ولا بالمفهوم ديال المعارضه المخزون راه محركهم، راه ماشي قناعات ديالهم، ماشي بهذه الطريقه غادي ننصروا القضيه الوطنيه. في العمق نتوما البدايه وهي اللوبينغ، الضغط، جماعات الضغط. نتوما راكم قوه ضاربه، راه ماشي 10%، راه على الاقل 8 1 على 8 1 على 8 لان 5 مليون من 38 مليون ما كتعطيكش. 5 مليون من 40 كتعطيك 1 على 8. حنا في 1 على 7 تقريبا ديال المغاربه اللي كيشكلوا الناس اللي في الخارج. كل 7 الناس راه فيهم واحد في الخارج. القوه الضاربه عندكم جمعيات، وماشي هاد الجمعيات غير ديال الجاليه وديال اللي كانوا كيسميوهم الوداديات في واحد الوقيته، اللي في وسط المغاربه ما كانش عندهم مصداقيه. السلاح الاول للدفاع عن القضيه الوطنيه هي المصداقيه. كتنطلق انت من القناعات ديالك، ماشي قالها لك القنصل ولا قالها لك فلان ولا علان، لا، انت قناعات على بلادك. ها وحده. ثانيا الخطاب ديالك، هنا غنربطوا بالشيء ديال الحسم. شنو غيتقال لهاد الناس؟ السرديه، لان حنا في صراع سرديات، صراع مرجعيات، صراع شرعيات، ماشي غير سرديات، صراع شرعيات.